امام عاشور في الخمس سنوات اللي لعبهم في الزمالك خد الدوري مرتين، كاس مصر مرتين، السوبر مره واحده. لعب 102 مباراه مع الزمالك، سجل 15 هدف وصنع 11. تعال بقى شوف مع الاهلي في سنتين عمل ايه. الدوري المصري مرتين، السوبر المصري مرتين، كاس مصر مره واحده، دوري ابطال افريقيا مره واحده، كاس القارات الثلاثه، نص الارض اللي شبه كوكب الارض مره واحده، برونزيه كاس العالم للانديه مره واحده. مع العلم المشاركه كل سنه في كاس العالم للانديه. خد افضل لاعب في مصر للسنه الثانيه على التوالي من وقت ما جه، وخد هداف العام السنه دي، وخد افضل وسط مهاجم السنه دي من دير جيست، وخد افضل لاعب في مصر بتصويت الجمهور. وكل ده وهو لسه في تاني سنه ليه مع النادي الاهلي. امام عاشور لعب 86 مباراه في سنتين بس، جاب 30 هدف وعمل 19 اسيست. عرفت حتى في احصائيه الاهداف والجوائز الفرديه والبطولات الاهلي غير ليه. وانا بقول لك ده مش امام بس، ده زيزو هيبقى كده، وبن شرقي هيبقى كده، واي لاعب يجي من ريحتكم هيبقى اضعاف ما انتوا كنتوا بتتمنوه كنجوميه في النادي الاهلي، لان هو دي حقيقه النادي الاهلي. اللي يعدي من جنب سور النادي